السادة رؤساء الغرف المهنية، السادة النواب البرلمانيين، السيد رئيس مجلس العمالة، السادة رؤساء الجامعات الترابية، السادة رؤساء المنظمات المهنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة نساء ورجال الصحة والإعلام، أيها السيدات والسادة الكرام، صباح الخير عليكم جميعا. وفي البداية ونحن دائما في أجواء الاحتفال بعيد فطر مبارك لا يسعني إلا أن نهنئ جميع الحاضرين سالمهم الله من تقبل صيامنا وقيامنا. وفي نفس الوقت نرحب بمقر أعمال زكريا الدجول وبجهة سوسناسا بالإخوة أعضاء الوفد القطري برئاسة الأستاذ فاضل ناصر حسن الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة الناس القادمة. وكما نعلم جميعا أن متانة العلاقات وقوة الروابط المشتركة بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة ليس وليد اليوم، فهي علاقات متجذرة في التاريخ امتدت لسنوات عديدة. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة قطر، وهي تسجل تطورا هاما بفضل التوافق المستمر بين الرباط والدوحة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمواقف التاريخية لدولة قطر في دعم المغرب في سيادته على صحرائه ووحدة أراضيه. ولا شك أن هذا التطور الملموس يجد أسبابه الحقيقية في الإرادة القوية وحكمة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني أمير دولة قطر، ليكون هذا الارتباط متواترا متجددا على مدى سنوات متسما بمواقف سياسية قوية وإيجابية في خدمة الشعبين ولصالح السلام والاستقرار الدولي. وهذا التقدم مشجع جدا في تعزيز التعاون بيننا لرسم خارطة تاريخ بشراكة فاعلة ومتميزة وفق رؤية استشراقية متعددة الأبعاد على المستوى الاقتصادي، بما بذلك من دور هام في الدفع بهذه العلاقات من خلال التوقيع على اتفاقيات بين الأطراف التي سترتقي بدون شك إلى شراكات استراتيجية شاملة تغطي مختلف المجالات. أيها السيدات والسادة الكرام، إن سياسة الانفتاح وتشجيع الاستثمار بجهة سوسناسا التي تعتبر منطقة مستقطبة لاستثمارات مهمة تماشيا مع الرؤية الملكية السامية التي وضعت نصف أعينها برنامج الجيل الأخضر وبرنامج التسريع الصناعي وغيره من البرامج الواعدة تحقق نتائج لافتة من حيث النمو واستدامة كل القطاعات لا سيما القطاع الفلاحي والصناعة، وذلك بمساهمة التنظيمات المهنية والغرف المهنية والجماعات الترابية وكل الفاعلين الاقتصاديين، بما يؤهل منطقتنا للعب أدوار ريادية على هذا المستوى سيتم تعزيزها في إطار التعاون من حيث التطوير وتقوية التنافسية وتعزيزها والارتقاء بالتنمية بخدمة التكامل الاقتصادي بين البلدين ومواكبة المعايير الدولية وفق الرؤية التي تجمع بين الطموح الكبير والعقلانية وقابلية التحقيق في إطار التقائية عليا. وحضور مجموعة الناس القادمة اليوم معنا يترجم حقا تنفيذ ما تصبو إليه إرادة قائدينا ويؤكد اللحمة والصلة المتقى بين الشعبين، ونأمل أن تكلل بنجاح كل المبادرات التي تنبثق عن هذه الزيارة الأخوية. وفي الختام أدعو الله القدير أن يوفقنا لما فيه خير للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.